بن عمتي استلف مني تحويشة عمري عشان يعمل عملية، ولقيته بيصيف. أنا شاب ببدأ حياتي، بشتغل شغلانتين عشان أقدر أحوش قرشين أتجوز بيهم. علاقتي بعيلتي كويسة جدا، وبالذات ابن عمتي كريم. اتربينا سوا، وكنت دايما بعتبره أخويا. في يوم كريم اتصل بيا وهو منهار من العياط. صوته كان يقطع القلب. يا سامي، الحقني، أنا في مصيبة. عملت حادثة بالعربية ولازم أدفع تعويض وتسوية فوراً، وإلا هتحبس واخسر مستقبلي. محتاج 200,000 جنيه حالاً، وهردهم لك الشهر الجاي. أبوس إيدك ما تقولش لحد، محدش جنبي غيرك. قلبي وجعني عليه. 200,000 جنيه دول كانوا كل اللي معايا في البنك، تحويشة الجواز. بس قلت الدم عمره ما يبقى مية. حولت له الفلوس فوراً. قعد يشكر فيا ويحلف شهر بالظبط وهتلاقيهم في حسابك جنيه جنيه. عدى الشهر، الشهرين، ولا حس ولا خبر. كل ما كلمه يا ما يردش، يا يبعت رسالة: اصبر عليا يا سامي، قريب. قلت استحمل، لحد ما في يوم وأنا بقلب في إنستجرام لقيت كريم منزل ستوري. فتحتها، والصدمة هي كريم في المصيف، لابس مايو، ماسك كوباية عصير، البحر وراه، وكاتب: الحياة حلوة، أجمل أجازة مع الصحاب. دمي غلي. الفلوس اللي قال لي هيتحبس من غيرها طلع بيها يتفسح ويعيش ملك. عملت سكرين شوت فوراً وبعتله: انت بتهزر؟ فين فلوسي يا حرامي؟ رد بكل بجاحة: يا عم ما تبقاش أفوش، الرحلة مدفوعة من صحابي، فلوسك لما ارجع. اعمل لي بلوك بقى عشان ما تصدعنيش وأنا بستجم. وعمل لي بلوك فعلاً. كنت ممكن أعمل محضر، بس مفيش ورق رسمي وإجراءات طويلة، فقررت آخد حقي بالطريقة الوحيدة اللي تنفع مع أشكاله، هي الفضيحة. عمتي نوال وجوزها الحاج محمود ناس محترمة جدا وأغنية، وبيخافوا على سمعتهم في العيلة أكتر من أي حاجة. ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن اللي ابنهم عمله. كان في عزومة عشاء كبيرة بمناسبة عيد ميلاد عمتي نوال. العيلة كلها موجودة، وكريم كان لسه راجع من السفر. دخلت العزومة، كريم شافني، اتوتر وقال: سامي، هنتكلم بعدين. زقيته ومشيت لوسط الصالة. طلعت موبايلي ووصلته بالتلفزيون الكبير، وقلت بصوت عالي: بما إننا كلنا متجمعين، حابب أوريكم صور رحلة كريم الجميلة اللي دفع ثمنها من فلوسي اللي خدها مني بحجة إنه هيتحبس. وعرضت الصور: صورة على البحر، صورة سيجار غالي، صورة فاتورة أوتيل ب12,000 جنيه في الليلة، وصورة الشات اللي بيترجاني فيه أحول له الفلوس. الصالة سكتت. وش عمتي نوال قلب ألوان. الحاج محمود قام وقف وقال بصوت يخوف: يا كريم، الكلام ده حقيقي؟ انت نصبت على ابن خالك؟ كريم حاول يبرر: لا يا بابا، ده سوء تفاهم، هو كان هدية. قطعته: هدية ايه؟ دي رسالة منك بتقول هترجعهم بعد 30 يوم. الحاج محمود طلع دفتر الشيكات فوراً، وكتب شيك ب200,000 جنيه وادهولي، وقال: حقي عليا يا سامي، أنا معرفتش أربي، فلوسك أهي ومعاها اعتذاري. خدت الشيك، وبعدين بص لابنه وقال قدام العيلة كلها: العربية اللي راكبها، المفاتيح حالاً، الكريدت كارد هاتها، ومن النهاردة انت مالكش جنيه عندي، وتدور على شقة تأجرها، أنا ما بربيش حرامية. كريم خرج من العزومة بيعيط. خسر عربيته، مصروفه، سكنه، وسمعته في العيلة كلها، عشان طمع في 200,000 جنيه مش بتوعه.